آخر أخبار المشاهير الآن مع فهد الهاشمي. أنا سأحاسب على الكلام النبيل اللي قلت وأنا مستعدة. شنو ردة فعلك لو تبرأ طارق البخاري؟ لا، لن يبرأ. هذا هو البوست الذي نشرته نجاة خير الله تكشف من خلالها عن محادثة خاصة بينها والممثل طارق البخاري، تزعم فيها أنه يتحرش بها وأنها سئمت من ذلك. أنا ما نساليش ليك طارق، رعيت ما كنجرجر معاك كرا بزاف. ليرد هو الآخر بتسريب تسجيلات تتضمن شتائم بصوتها. إلا بغيتي غدا نتعايطوا وأرى لي ما عندك ونعطيك ما عندي. الخبر انتشر بشكل كبير والجمهور صدم وينتظر رد الطرفين، ونجاة خير الله في أول ظهور إعلامي لها ترد على تساؤلات كثيرة. جا عندك اللوطيل الغرفة؟ اقتحم عليك الغرفة؟ بدا كيتقرب فلولي. نجاة خير الله، مرحبا بك. الله يبارك فيك. سعيد جدا أنك اليوم ضيفتي. أنا أسعد. هذا أول لقاء نجاة حصري من بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت في السوشيال ميديا والصحافة والإعلام. فعلا هو أول خروج إعلامي لي، وكان شرف على أنه يكون معك أخي فهد. شرف لي. ولأنه عارفة على أنه البرنامج ديالك صادق، وإحنا هنا للتوضيح لا للهجوم ولا الدفاع على شخص ما. طبعا إحنا هنا للتوضيح، أنا خارجة للتوضيح. نجاة خير الله، بين ليلة وضحاها ترند في السوشيال ميديا، تعمد ولا صدفة؟ هو أكيد صدفة، أكيد صدفة، لأنه هو المشكل قديم شوية، مشكل قديم وكان تراكم بزاف الأحداث خاصة بهذا المشكل هذا. ويمكن أنا لأنه انفجرت بالصدفة في هذا الوقت هذا، لأنه المشكل كان مستبعد. ما كتشوفيش أنك فيه جزء من التعمد، أنك تعمدتي تفضحي الممثل بهذه العبارة، أنك تفضحي الممثل طارق البخاري في هذا التوقيت بالضبط؟ هو شوف، انا فكرت مزيان صراحه. انا واحد الانسانه كنخدم دماغي مزيان حاليا، بحكم انني امراه اللي ناضجه وفنانه ناضجه وانسانه اللي معروفه. يعني انا من الشخصيات العامه كممثله، الناس كيعرفوني، دونك انا مسؤوله على اي شيء، اي قول او اي فعل كيصدر من طرفي. هو صدفه ان المشكل وقع في شهر رمضان الكريم. انا الجريمه لما كتوقع كخص في ديك الوقت تهدر عليها. انا فكرت، خديت 24 ساعه باش انني نفكر، ولكن هذاك الشخص اللي دار هذه الجريمه في حقي، لانه التحرش جريمه الان ما علاش ما كتسميش؟ ما نسميش احتراما للاسم الفني، عنده اون مارك، اسم فني. انا بالنسبه لي الشخص اللي تحرش بيا هو واحد الراجل ذكر، ما كتشوفيش ماشي هذا الفنان. الشيء كيأثر عليه كصوره ممثل؟ انا صراحه نفكر غير في نفسي حاليا. أثر عليك انت كممثله؟ اكيد انا ديجا كاميرا وكفنانه. انا الاسم ديالي لما يتحط ويتقرن بموضوع التحرش عمرني ما حبتها، ودائما كنت كنقول في لقاءاتي الصحفيه خلال 22 سنه من عمري، كنت كنقول انه ما كنبغيش نهضر على هذا الموضوع هذا اللي انا دائما كنت كنتعرض له. وهذا ماشي خطأ منك انك كل هذه السنين؟ فعلا خطأ كبير، فعلا كان خطأ كبير، لانه التحرش كيف قلت لك الان عرفت على انه جريمه، ماشي خطأ صغير اللي يمكننا نسكتوا عليه، يمكن له يتطور واللي جريمه اللي اكبر كاع. دونك خطأ اننا نسكتوا، العكس. في بدايه التحرش كيخصنا نعلنوها، في بدايه التحرش الفيربال الشفهي عادي لو وقع باللمس ولا بفعل ولا بكذا. عندي سؤال وكنتمنى انك تجاوبيني بصراحه، كنتي على علاقه بطارق البخاري؟ اكيد لا، اكيد لا ابدا. لسبب بسيط. اولا انا ضد العلاقات في اي مجال كنشتغل فيه، ماشي غير في الفن، انا اشتغلت في مجالات اخرى قبل الفن. ثم انا ما كنحبش انه الزوج ديالي او الرجل اللي نرتبط به يكون من نفس الوسط اللي انا كنشتغل فيه، وبالخصوص في الوسط الفني اللي انا عارفه على انه موضوع التحرش رائج فيه، هو غير مسكوت عنه. ده حنين قوي، ده حنين قوي. انا اسفه. والله انا مصدومه صراحه في مستوى ذكائه، لانه كنت اظنه اذكى من ذلك صراحه. علاش؟ لانه ديجا وقع المشكل هذه 6 سنوات،
وفي بلاطو ديال التصوير، وعاود الكراف على الفيسبوك يعني وكتابه، وداكشي كله عندي انا الان مسجل ولو يكون هو مسحو، لانه كاين الان الحمد لله أنه تم ولات الاستماع لكم من طرف الشرطه طبعا. الشرطه فعلا. لانه انا لما انا ما كنتش غادي نشكي به اصلا، انا عطيته انذار مباشر من الصفحه ديالي ديال الفيسبوك وطاقيته، حيدت البلوك طاقيته باش يطلع له. داكشي علاش الناس دايوغ كنحاول نجاوبهم علاش انا حيدته البلوك من بعد. انا خصني نعرف شنو العدو ديالي كيكسب عليا. كتعتبريه عدو؟ اكيد عدو، فعلا عدو، انه خارج الاعلام الان كيهضر عليا وما كيهضرش غير عليا، هو جرح في شخصي وفي عائلتي وفي خوتي اللي رجال يعني، وكيدفعهم لانهم يديروا رده فعل اللي اقبح من رده فعلي انا. يمكن انا كان رده فعلي كلاميه وكانت قاصحه وكانت بنفس لهجته، يعني انا هذاك ماشي قاموسي وهذيك ماشي اللهجه ديالي وهذاك ماشي اسلوبي. الناس اللي كيعرفوني جيدا عن قرب كيعرفوني انني ماشي هكاك، وحتى الجمهور ديالي كيعرف انه انا ماشي هكاك. هذا لا يلغي التربيه ديالي، ما كيلغيش مبادئي، ما كيلغيش الانوثه ديالي. ودونك انا جاوبته بنفس الاسلوب ديالو. ملي هو نزل تسجيلات ما كتشوفيش ان هذا الشيء انقلب ضدك، خصوصا ملي تسمع كلام فاحش بالصوت ديالك؟ كيفاش تقبلتي ملي كتسمعي نفسك انت كل الجمهور وكل الناس كيسمعوك بهذيك الالفاظ؟ صراحه صعيبه بزاف، صراحه صعيبه بزاف. ما كنتيش متوقعه انه يحط التسجيلات؟ نهائيا نهائيا. باحترامنا لبعضنا كفنانين ما تخيلتش انا حتى الانذار لما حطيته لانه كذلك اهان الام ديالي. الممثلين تم الاستماع لأقوالهما من قبل الشرطة، رغم أن نجاة تقول أن طارق حذف المحادثات بينهما. من طرفه هو كل شيء مسح. الان كاينه شرطه الكترونيه اللي هي كذلك تدخلت في الموضوع باش انها ترجع من عند المكالمات. الان كاين البحث جاري والتحقيق جاري ما بيني وبينه، لانه انا رفعت دعوة قضائية عن طريق المحكمة الوكيل جلالة الملك بالمحكمة بالدار البيضاء ضده القضية التحرش، والآن كاين تحقيق ديال الشرطة الإلكترونية. تم استدعائه هو؟ تم استدعائه غيكون أكيد لأنه تم استجوابي أنا، ولأنه فرغوا الهاتف ديالي كذلك من أول يوم قال لي السلام عليكم من 2013، يعني من أول ميساج من اول كلمه فرغوا كلامي وكلامه كامل. حتى ولا كنت انا بنفسي نكون ماسحه شي حاجه ولا انا ما دايرهاش حتى هي غاديه ترجع. الان الحمد لله يعني تطور القانون الان، يعني حتى واحد ما يخافش انه يمشي يصرح بجريمه مثلا. ما يمكنش لك الان تطمس معالم الجريمه كامله، الحمد لله هذه نعمه. ودونك دار تحقيق معايا، المفروض انه التحقيق يكون دار معاه كذلك في هذه الايام باش يستمعوا لي كذلك ويعرفوا الحيثيات ديال هذيك المكالمه واشنو كذلك جاوبته وعلاش رديت عليه بهذيك الطريقه. وبالمناسبه انا كنتاسف للناس اللي سمعوا هذاك الكلام، كنتاسف لانه هو فعلا كان صادم. هو صادم، ولكن ما كانش موجه للناس عامه وما كانش موجه للعموم، كان خاص يعني بينك وبين الشخص، كان خاص للاذن ديال المتحرش بي في وقت الفجر في رمضان الكريم. وانا كمسلمه انا هذا اكثر حاجه انا اللي جرحتني، هذه اللي خلات ردة الفعل ديالي تكون بهذاك الشكل. كان بالاسلوب باش كان كيهضر معايا الناس. انا ما يمكنليش انني نهز الهضره ديالو نحطها، هذا تشهير، هذا بحد ذاته جريمه، هو سيعاقب على هذا الشيء اللي نزل كما انا ساعاقب على هذا الاخذ والرد بهذا الكلام هذا. علاش التجأتي من السوشيال ميديا وما التجأتيش للقانون بشكل مباشر؟ اولا لانني كنت رئيفه بهذاك الشخص جدا جدا جدا، ما مشيتش للقانون مباشره، مع انه هذا الفعل كان متكرر. علاش؟ عطيته انذار. انا ساحاسب على الكلام النبيل اللي قلت، وانا مستعده على انني نتحاسب على ما بدر مني من خطا، يعني كتشهير. ماشي كتشهير، لانه انا عطيته انذار. ما عنديش كيفاش نعطي انذار وانا سيد ما عنديش بيه علاقه وما عندناش اصدقاء مشتركين ولا كذا. الانذار خصو يكون مباشر، كان لازم نمشي للقانون. هذه النصيحه انا اللي كنعطيها من هذا المنبر لكل مره. ولا خرجت انا اليوم باش نهضر ماشي كفنانه كاميرا، يمكن انا من اليوم ما نعاودش يشوفوني في الفن، ممكن علاش؟ احتمال كبير جدا.
شوف، لانه الحرب كبيره عليا والله لا انا ما عارفاش عليها صراحه. ولكن الا كان المجال بهذه الوساخه وكان هذا الشيء غيبقى مسكوت عليه ولهذه الدرجه يتضامنون مع المتحرشين ويتضامنون على جرائم اخرى موجوده في المجال، انا استغني عن المجال. يعني ابواب الرزق واسعه. فحاول اخويا تداويه، سنة غتلقى خوتي غدا حتى دارك، انا كنقولها لك. سؤال يروج في السوشيال ميديا بشكل كبير: لماذا سرب طارق البخاري تسجيلات بصوتك؟ لتبرئة نفسه ولا لتحطيم نجاة؟ بجوج على ما اظن. السؤال جاك صعيب؟ اكيد اكيد. شوف، الموضوع انا باقي الان كبير على راسي بزاف، لانه يلا وقع من ايام انا ضحيه. القضيه بزاف ناس كيحسبلون صغيره وهو بنفسه كيستهن بها وكي عامل سخريه بها بالموضوع، مع انه انا بالنسبه لي الموضوع قضيه كبيره وماشي غير قضيتي انا فقط، هي قضيه تحرش بيا كامرأة وكفنانة وبكل مغربية، لأنه كانت إهانة في حق المرأة المغربية أثناء حدوث هذا المشكل هذا. لما أنا قررت أنني نفضح هذا متحرش اللي مع الإصرار والترصد خلال سنين كيحاول وعيت من صدو بشتى الطرق وما بغاش، وعطيته إنذار علني أمام الملأ. إذن أنا فضحت. لما فضحت الموضوع فهو ما بقى له غير أنه يدافع على راسه باي طريقه. يعني كتشوفي ان هذه التسجيلات اللي سرب لتبرئه الاسم ديالو فقط اكيد لتبرئه نفسه وما يمكنلوش ماشي حتى لتحطيمك انت كفنانه؟ كذلك لانه لما كتجي اصلا تحرش بيا كفنانه في بلاطو وانا زميله ديالك كنشتغل معاك، دونك انت كتحطم لي لا كارير ديالي. فوقاش هذه الحادثه وقعت؟ انا اول مره، لانه ما كنتش كنعرفه من بداياتي، انا تلاقيته اول مره اثناء تصوير سلسله الخوا ب 2015 سنه 2015، يعني دابا 6 سنين تقريبا. فكان تحرش في الكواليس ديال العمل. شكون اللي كان معكم؟ يعني كانوا شهود على هذا التحرش؟ الاماكن اللي كان فيها التحرش اولا بيان سور في الكواليس، في لي شامبر، في لي كوليس ديال لوطيل اللي حنا كنا جالسين فيه، بيان سور حتى واحد ما كيشوف. لما انا تضغطت بزاف وكان عندي داكشي ولا التحرش، بما انه انا ما قبلتش مثلا بالعرض ديالو كرجل، يعني ولا هو كفنان كيحاربني بالنهار اثناء التمثيل. يعني وحنا كنأديو المشاهد تلقيت ضرب، مشيت يعني بكتافي زرقين بكذا. في السلسله كاين هذا الشيء هذا موثق. يعني هو تعمد، واخا هو سيكونس في السلسله تعمد انه يضربك؟ لا، هو حنا كنا ابطال في ديك السلسله، كان فيها مجموعه ديال الفنانين، شي 10 ديال الممثلين ما شاء الله. كنت الانثى الوحيده وسط منهم اللي كاينه. ما كانوش عارفين صراحه هاد الممثلين، والا كانوا غيدافعوا لي، لانه من بعد هما ما عجبهمش الحال. لما انا علنت باللي السيد راه نوطرالي وما بقيتش قدرت نصبر ووقفت التصوير. انا وقفت التصوير ديال السلسله ولانه وليت كنتضرب مباشره، يعني مش كاني في غيمشي جات في واحد الحاجه اللي تهرسات الا كيعقلوا عليها. كتشوفي هادشي متعمد ولا يمكن هو غير في اطار التمثيل؟ لا، متعمد اكيد. في اطار التمثيل ما كاينش عنف ماشي بهذه القوه. حنا كنمثلوا. ما كتشوفيش انه هذا رد فعل غير مباشر من رجل نساو حنا كفنان انك انت رفضتي؟ علاش رفضتي؟ اولا كيف بعد درتي واحد الشكل في وجهك. يعني انا كنشوف ان طارق البخاري يعني رجل عادي عنده ستاتيو ديالو كممثل. انا ضد العلاقات في نفس المجال، كنقول لك في التمثيل او في غير التمثيل. دونك انا ما عمرني كانت عندي علاقه لا بممثل ولا بمخرج ولا بمنتج ولا باي واحد في المجال. عمري كانت عندي علاقه. اتحدى شي حد يقول لك انا كانت عندي علاقه في المجال، عمري. هادشي ما دارش لك مشاكل مع الخطيب ديالك؟ كنظن كان انفصال. فعلا في 2015 لما طرا اول تحرش من طرف استاذ، كنت مخطوبه لواحد الشخص اللي كان في فرنسا، ما زلت معاش. دونك انا كنت طلبت منه انه يتدخل مباشره. انا قلت له يجي باش يفك المشكل، ولكن ما يمكنش لهذا الخطيب ديالي انا كل ساعه يبقى ديبلاصا باش يحل لي مشكل ديال التحرش، سواء في الخدمه ولا في الشارع ولا في تخلى عليك. لا، ما تخلاش. هو هضر معاه مباشره يعني، والان راه متضامن معايا، ولو اننا ما بقيناش تزوجنا ولكن بقينا اصدقاء. شنو كان رد فعل طارق البخاري ملي دخل الخطيب ديالك؟ نورمالمون خاصو يبعد. اولا بقى كيدقق معاه واش خطيبي نيت ولا لا، باغي يتاكد واش غير. ما كتشوفيش انه حب من طرف واحد؟ اكيد باينه.
لانه علاش سنين كامله هو تيكتب نفس الكلمات، تعبر بنفس التعابير. احبك، حياتي. كتشوفي هذه تحرش ماشي مغازله؟ شوف، غزل يعني. انا بالنسبه لي الغزل اوكي شي حاجه زوينه، اكيد انا كامراه نحتاج انني يكون شويه الغزل في حياتي لكي اعيش كانثى، احس بالانوثه ديالي. ولكن فوقاش ما كيبقاش غزل، لما كنولي انا مديرونجيا كيولي عندي كيقلقني هذاك واكيد انت غتشوفها مثلا الا كنتي كتغزل بيا كرجل غتشوف انني تضايقت، او لا غنقدر نقولها لك، نقول لك ما تقوليش هذا الكلام. دونك اوتوماتيكمون هنا كندوزو للتحرش. دونك لما كنعلن لواحد انه كيديرونجيني كيف ما درت مع الاخ طارق، ما كانش خصو يزيد يكمل تو سامبلومون. فماذا بك انه يزيد يتمادى على لمده 6 سنوات وهو متزوج. دونك كاينه حتى خيانه زوجيه من جهته هو، من غير قضيه التحرش اللي معايا انا. واخا هكاك هذيك البنيه ولا لا كتقطع عليا من العينين كتقطر. طارق البخاري نشر كذلك بوست كتب فيه: الله يشافيك من مرضك النفسي اللي خلى بزاف الناس يهجروك. والله خويا فهد، اولا اعطيني واحد الان على الكره الارضيه ما يعني ما مكتئب ما نفسيته ما مهزوزاش غير بالكوفيد. اعطيني حاله واحده على الكره الارضيه كامله، فماذا بك في بلادنا، فماذا بك كذا. لا انا اكيد مكتئبه بحال كاع الناس من هذا الظروف اللي حنا العالم كله كيعيشها. كل واحد عنده مشاكل وكل واحد عنده ظروفه. لنفرض انا كنت اصلا مختل عقليا، هذا كيسمح له على انه يهضر معايا بهذاك الاسلوب، على انه يتطاول عليا، على انه يتجرأ ويدوي معايا في هذاك الاوقات. ولو انه كاينه زماله وكاين كيجمع بيناتنا المجال، ولكن راه كانت تتحاور معايا كامراه ماشي كفنانه. المرض النفسي ماشي عيب. اللي كيعرف راسو مريض نفسانيا وكيمشي يتعالج هذا ما مريضش. انا بالنسبه لي هو اللي فعلا مريض من غير المرض النفسي، عنده مرض اخر الان اللي هو ظهر، لانه متحرش ماشي انسان عادي. انا بالنسبه لي واللي كيكرر الجريمه ديال التحرش ماشي انسان عادي وماشي انسان سوي. ربما دفاع عن نفسه، لانه امام الجمهور انت حطيتيه في موقف كان ممكن فعلا يكون محرج. اذكى، كان ممكن يكون اذكى. تشوف راسك انك انت ذكيه انك فضحتيه امام الناس؟ والله لا اذكى فعلا، وما ندمتش صراحه. في الاول انا ندمت لانه بالنسبه لدارنا الفضيحه، بالنسبه لعائلتي سورتو بالنسبه للام ديالي ما بقاش كتنزل من دارها. كيفاش تلقات الخبر ملي قلتيه لها؟ يعني صدمه بالعكس دعماتك؟ شوف، كنتكلم على الام المغربيه ملي كتلقى خبر ديال ما كتبغيش و الام المغربيه دموع في عينيك. اكيد كان صعب لي، لانه انا اللي قلتها لها قبل ما تحل الباب ديال دارها وتنزل وتلاقى شي حد في شنو الجيران قلتي لها؟ يسمع الاوديو نيشان مثلا، يوريها، يعطيها فكره على الموضوع غلط. غيصعب عليا انني نصحح ماما واحد الانسانه اللي عفويه، مرا بسيطه جدا، مرا اللي ما قارياش، مرا اللي مريضه عندها امراض. يعني الا قلت لك الان ما كتصومش بهذا السبب هذا، لانه عندها امراض وتاثرت وزادت اكثر في الادويه. وعندي اختي كذلك مريضه، اختي اللي مريضه عندها مجموعه امراض كذلك، وعندها من ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني باش الناس يفهموا اكثر المعاناه ديال عائلتي الان، زائد خوتي اللي كنعتذر لهم، ولكن كنقول لهم فعلا انا كنت مضطره انني نفضح، لانه بصح ما بقيتش قديت نتحمل. قلت لها شنو اللي طرا الموضوع انت عارفه بخصوص فلان؟ قالت لي ايه بنيتي، ملي كنتي كتصوري مع هذه 6 شهور في برنامج مداوله، شنو دار لك؟ كنت نهار كامل وانا في تواصل معها على الواتساب بلي زوديو، كتقول لي غير صبري بنيتي وديري كان سايس باش نخدم، باش نقدر نخدم كيخصني نصبر لهذا الشيء هذا كله. شنو قالت لك اول ما اعلنتي لها الخبر؟ فضحتينا. هذه اول كلمه قالتها لي ماما وهي معذوره. يمكن اكيد هذه الكلمه زادت دمراتك اكثر. بزاف اكيد بزاف. ولكن نجاة، ما ندمتيش انك وضعتي هذه الصوره او هذا السكرين؟ الى حد الان لا. الى حد الان يعني كاين شويه ندم، يعني كاين تردد لانني باقا ما خرجتش للحياه. انا باقا ساده عليا في البيت ديالي، يمكن اليوم ثالث مره كنخرج، باقا ما خرجتش نتقدى في وسط الناس اللي فين ساكنه انا
باقا ما تحكيتش بالجيران ديالي. كتشوفي ان صورتك امام الجمهور تاثرت شويه؟ اكيد اكيد. بناء على شنو؟ على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال لي ميساج اللي كيجيوني. بون الاغلبيه نقدر نقول لك 99.9% ايجابيين. الناس معايا، الناس فهموا. من خلال خرجاته هو تفضح على انه المكالمه ماشي مفبركه، على انه التحرش حقيقي، على أنه هو قال ان اصلا سكرين شوت راه مفبرك، يعني كيدافع على راسو انه مفبرك. طلع ماشي مفبرك فينالمون، طلع عنده تسجيلات. دونك كيفاش غنفبرك اصلا الكتبه والتسجيلات من غيجيبهم اصلا؟ هادشي كيزيد يورطو اكثر. اكيد تورط يعني، وبان على انه غير ذكي بتاتا. يمكن لو كان جالي كنت نعطيه افكار احسن صراحه للهجوم. ما كتشوفوش انتم انكم كمؤثرين، يعني فنانين مؤثرين، الشباب غيسمعوا هذه المواضيع ويسمعوك انت كيفاش تكلمتي هو كيفاش كيدافع على راسو، وانه بزاف ديال الناس كيتاثروا بكم وبزاف ديال الناس كياخذوكم كقدوه. ما كتشوفيش ان هذا الشيء يؤثر عليهم هما كمراهقين او كناس كيتبعوكم؟ اكيد اكيد اكيد. انا اي واحد يكون سمع الكلام ديالي انا شخصيا كنقول له ما يرددش بحال هذاك الكلام. انا كممثله تقمصت شخصيه في هذيك الوقت، كانت رده فعل في عصبيه. وإلا الواحد غلط فيك ما تغلطش بنفس الطريقه، خليه يغلط وخليه يغرق وانت خذ حقك بطريقتك. انا تاخذ حقك بالقانون. انا كان غلط لا شعوري بحكم النوم، بحكم التوقيت، بحكم الصايمين، بحكم بزاف الاشياء. ولكن هذا ما كيغفرش لي على انني انا غلطت والقانون كذلك سيحاسبني. يعني انا كاين قانون يجرب. يعني انت مستعده للمعاقبه مقابل انني ناخذ حقي. شنو ردة فعلك لو تبرأ طارق البخاري؟ لا يوريك نقول لك. لا لن يبرأ. نفترض. لن افترض، دماغي ما باغيش يفترض نهائيا. لن اقبل ابدا ولا اتخيل. يطلب منك السماح؟ ابدا. اعتذار؟ ابدا. غير مسموح. علاش؟ لانه سمحت قبل، ما يمكنش دائما نسمح. وقع الاعتذار وقع السماح من قبل وتبرى خوتي وتبرى الخطيب ديالي وشنو كيتسنى. وجيتو انا نيشان وتبريت فيه علنا، وشنو بقى الان؟ كاين القانون. نقول لك انا من حقي كاميرا انني نكون مع الراجل اللي عجبني، تكون بارادتي. يعني لو كتب لك هذوك الكلمات اللي شفنا وكان عاجبك ما كنتيش غادي تحطي السكرين شوت؟ غيكون غزل في اطار الغزل، في اطار انه غتقبليه، في اطار علاقه اللي غتؤدي للزواج. ما تنهضرش على شي حاجه اخرى. طبعا كان واضحه جدا في هذا الموضوع هذا، وضوح الشيء. يعني علاقه تعارف اللي كتؤدي للزواج. انا في هذا الضوابط هذو اذا كان عجبني. صح. اذا كان عجبني اكيد انه بدا بالتغزل في الاول، واكيد انني رفضت هذاك التغزل ديالو. هو هذا اكيد راه باين، هذا الشيء اللي وقع. من بعد ولا تحرش، لما تجي لي لا شومبر ديالي لوتيل ولما يعطيونا سيناريو نحفظوه وانت تخرج على السيناريو. جا عندك اللوتيل الغرفه؟ اقتحم عليك الغرفه؟ ما اقتحمش، كان بارادتي لانه كنا مجبرين يا غنريبيتيو عندي يا عنده. كنا حنا ثلاثه الممثلين اللي عندنا نفس السيناريو. علاش اختاريتي عندك؟ صراحه كان ذكاء مني، والاحسن ما ندمش انني اختاريت عندي، لانه سخفت عندي من الاحسن. سخفتي يعني لهالدرجه؟ شنو وقع؟ لانه اولا كنت مريضه نفسيا. دايوغ داكشي علاش هو كان كيهضر على هذا الموضوع في 2015، وكان عندي مجموعه الادويه ديال الاكتئاب، وكان واحد لو تريتمون اللي ثقيل شويه، وفي نفس الوقت انا كنشتغل ولكن راه ضابطه اموري. هاني كنت مريضه نفسيا، مع ذلك عارفه الحدود ديال الاشتغال والتحرش فين جات، فرفضته. قلت له طريقه ما يمكنش وكذا، وكنت مخطوبه اون بليس دو سا في ديك الوقت. كان خاصنا نريبيتو. اش من السنه؟ 2015. سلسله الخاوه من اخراج المخرج الشاب رؤوف الصباحي. دايوغ انا كنحيي سي رؤوف الصباحي اللي هو من لا جينيراسيون ديالي، شاب وكان انصفاني لما انا تم الاستغناء عن طارق البخاري في وسط السلسله.
فعلا هذا بسبب تحرش؟ بسبب تحرش اكيد سوغ بلاس، يعني في اثناء التصوير شافوا هو اللي شافوا ولا انت اللي شكيتي؟ وريتو لي جوستيف باقي، لانه درت نهاريت واحد لو سكاندال. شنو وريتي؟ وريتو الاشياء اللي في التليفون مثلا، لانه الاشياء اللي طرات هذا ما يمكنش نثبتها. كاين كاميرات في الاوتيل، نرجعوا للوتيل لقاو على انه بصح النيت عارفينه في الاوتيل كيتردد على لا شامبر ديالي، ولا انه كيشوفوه لتحت كيفاش كيهضر معايا في لا ريسبسيون. هادشي كله يعني الناس دابا الا غيتفرجوا غيعرفوها مالين هذا الاوتيل هذا. شنو وقع في الغرفه بالضبط اللي سخفتي انت ادبك لانك تفقدي الوعي ديالك؟ في الغرفه اللي خلانا اولا بعد ندخلوا للغرفه هي انا باش نريبيتاو، لانه كان اوتيل صغير في مدينه الرباط في اطار واحد السلسله. كان كذلك في شهر رمضان. كان سيناريو واحد لانه ما كانش الوقت باش انه السيناريو تعاد. كان مخرج في العمل ومن بعد تبدل المخرج، فالمخرج الثاني اللي هو استاذ رؤوف الصباحي عنده رؤيه اخرى، قال لنا قراو السيناريو ولكن راحنا غنغيروا بعض الاشياء، فخذوه كباز كقاعده وغنغيروا. دونك كان خصنا نقراو السيناريو. كاينه نسخه واحده وحيده هي اللي كاينه، وانا كاينه بنت وحده اصلا داك الطوناج. الممثلين الاخرين يمكن كانت عندهم شي نسخه، انا وطارق البخاري وصالح بن صالح كانت عندنا نسخه واحده. كان خصنا نريبيتيو 3. صالح ما جاش، هذا كيعود ليه، يمكن هو ضابط اموره في التمثيل. انا كان كيخصني، كان كيهمني كممثله على انني نقرا السيناريو. ما كاينش فين غنريبيتيو. قال لي عندك. فكرت انا عارفه انه غلط. قلت انا جات لهم عندك بيتك او انا ضابطه بيتي، كيبقى بيتي، ما بيتو انا ما عارفاش، او انا عارفه البواني ديال لا شومبر ديالي كيفاش كتحل. شنو التصرف اللي دار؟ اولا ما بقاش جالس فوق الفوتوي، جا فوق لولي. حنا اصلا عندنا عيب في تقاليدنا ولا في لا احنا عندنا عيب اصلا انه يعني يدخل اصلا لا شومبر يعني. فعلا انا عندي عيب. دونك هكا جا جلس، انا جالسه في لولي، كحست شويه لانه كنت انفاس معاه، كحس باش يولي بعيد. ابخي خدا المخده، خدا راحتو، زعما بهذا التسلسل قسما بالله. شنو طلب منك؟ بدا كيتقرب في لولي. هو اصلا لو فات انني انا دخلته لا شامبر وجلسته في لا شامبر وجلسته فوق لولي، عطيته هو بالنسبه له عطيته فرصه انه طبعا هو يظن انه غير طريقه غير مباشره انك احتنتي حل الباب، ولا يظن. هو ذكي جدا باش يعرف واش انا حل الباب ولا لا. هو عارفني مخطوبه وكنت لابسه لا باك ديال الخطبه. كيفاش سخفتي انت؟ انا لانه كيف قلت لك كنت كناخذ الادويه كيجوني دي كريز. واش قاومتيه ولا؟ قاومت لانه بدا بالكلام وهذا، وقلت له شوف انا مخطوبه وهذا وراه قريبه نتزوج، خاطب بها شكون، ها فين عايش. هو زاد يمكن تحمس لما عرف انه برا، قال فما كاينش هنا، زاد زعم كثر، زاد في الكلام، زاد تقرب كثر، ناض جلس حدايا. الوغ ولا في مشادات بلوكار صح بالقوه. انا مني وصل القوه انا صراحه عندي 9 في نهاريت، لانه ما قديتش، انا ما قداش على اني براجل نبدا انا وياه بالدراع. لا منين طحت ليه جاب الماء، بقى كي هذا كيرش عليا، بقى كيقرا عليه القران. والله قرا القران طمأنيت ما شاء الله. قلت ما غاديش يرجع لهذاك الجو الاول. طمأني شيئا، ما قلت صافي هذا اذا نيته غير يفيقني ويمشي في حالاته، ما غيعاودش كاع يعاود يدوي معايا اصلا. وداك الشيء اللي دار فعلا في ديك الليله، انه صافي يقرا لي القران كذا، قال لي صافي تكالماي. انا طلبت منه يعطيني الدواء محطوط في حدا هذا. قلت له الفلان فلاني هذا هو اللي ناولو لي بالماء وكذا وكذا، وخديته. هذاك الدواء هو ديال ديك لا كريز، هو اللي كيرولاشي عاود الاعصاب. هادشي قلتيه للشرطه؟ اكيد. عندك عليه دليل؟ لا اكيد ما كاينش دليل، لان هادو اشياء اللي وقعت. اذا كانت كاميرا في داك لوطيل في ديك لا شامبر غيكون هناك دليل. كيفاش كتشوفي نهايه هذا المسلسل؟ هذا مسلسل لانه في اجزاء واحداث كثيره، ويمكن هو بعد هذا اللقاء يطلعوا طبعا له كل الحق ويرد على كل ما قيل في حقه، لانه بالنهايه تم توجه له طبعا اتهامات، ودائما المتهم بريء حتى تثبت ادانته. فعلا اكيد. شو نهايه هذا المسلسل؟ والله شوف، هو مادام قلتي مسلسل دونك كيشبع المسلسلات، فكاين تشويق، كاين سسبانس، كاين شويه الغموض، كاين شويه هذا. الا كنت انا نفسي اللي وسط المشكل وانا الجوهر المشكل، ما عرفاش كيفاش ممكن يسالي قانونيا، ما عرفاش مزيان. يقدروا يزيدوا ينزلوا تسجيلات او فيديوهات بيناتكم، شي فيديوهات؟ هو انا عنده فيديوهات خاصه؟ اكيد
اكيد عنده اكثر من هذاك الفيديوهات اللي نزل، وي لانه لا فيديوهات ماشي تسجيلات. فيديو لا 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 مم. لا لا انا تخلعت. لا 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 ديالي انا ما يخصني انا لا. الحق كاين ما ممكن يخص اطراف اخرين. شوف اتمنى بعض الاشياء ما تحدثش اللي كاينه في بالي، اتمنى لا تخصني انا. الحق هذا الشخص دار بزاف د الناس وعمر شي وحده قدرات تهدر، وكاين رجال كذلك متضررين، عمر شي واحد قدر يهدر. علاش؟ واش خوفان؟ انا خوفا من أتساءل. ماذا؟ واش شنو القوه اللي عند طارق البخاري ما عندش ناس اخرين؟ يعني واش كدوي في المجال؟ في المجال وي في يعني المجال طارق البخاري يعني عنده قوه مثلا سبكي او لا سيمون اسمر ولا يعني لهذه الدرجه؟ كنظنش انا كيجيني ممثل يعني عادي. لا كان عنده قوه من لانه ناحيه لانه هو كيفرض هو كيفرض مثلا كيقدر عنده القوه انه يرفض ممثل يكون معه او ممثله. شنو اللي عاطيه هذه القوه؟ واش المنتجين هما اللي كيتواصلوا معاه؟ لانه هو ماشي منتج طبعا. هو ماشي منتج ولكن هو مخرج ممثل. الان حد ولا مخرج يعني هو ممثل. ترسل عليك صافي رضوان حاسه راه كنقول لك هادشي مزيزه بنادم تيبقى عينه في شكل والله حتى كاين اللي مرض. كما أن نجاة خير الله مستاءة من عدم تضامن بعض الفنانين معها. حتى سقوط الناس وعدم تضامنهم للمجال معي في قضيه التحرش. هذا هو سؤالي، لماذا بعض الفنانات وبعض الفنانين ما تضامنوش مع نجاة خير الله؟ قله وفاء ولا خوف؟ انعدام الوفاء، هذا ماشي قله الوفاء، انعدام الوفاء، انعدام وي قله الاحترام ليا كفنانه موجوده كزميله لهم في المجال، وخصوصا من العنصر النسوي. ما شفتيش انهم بغاو يبقاو محايدين، انه يخسروكش ما يخسروش هو كطرف اخر؟ اسمح لي انا خسروني للأبد. الى الابد اكيد. انا قبل منه في المجال كنقول لك 22 سنه. طارق البخاري يمكن مشواره اقل، يمكن عدد الاعمال اللي شارك بها ويمكن وزنه كفنان اكبر، هذه انا كنقولها وصريحه جدا. يعني مفهوم النجوميه ككل فعلا هو اكثر يعني اثقل وزنا فنيا، ولكن كنبقى لينا بجوجنا سمعه في المجال. الكل كيعرفوا، الكل كيعرفني. 22 سنه كافي انه تعرف الناس اللي في المجال، كلشي كيعرف نجاة خير الله كيفاش دايره، نجاة الانسانه اصلا. لو فيت ان الناس ما تضامنوش معايا من المجال فريمون حزات في قلبي بزاف، لانه انا من الناس اللي حساسه جدا. الهاتف ديالي ما كانش كيفارقني، وانا عايشه بوحدي بعيده على عائلتي يعني بواحد المسافه. الان هما معايا. اول تضامن قواني صراحه هو التضامن ديال الام ديالي، كنشكرها من هذا المنبر. الله يخليها ليك يا ربي امين. هي في الاول خدتها كفضيحه وككذا، ولكن لما شرحت لها وقلت لها الا ما تضامنتيش معايا انت ما يمكنش تضامن معايا امراه اخرى اصلا. انت الام ديالي، انت اللي جبتيني للدنيا، انت اللي ربيتيني هكذا، انت اللي ربيتيني انني نفضح الخطا وانني نمشي في الصواب. وهذه نصيحة من نجاة خير الله لكل من تعرض أو يتعرض للتحرش. نصيحتي لهم نقول لهم شوفوا انا فين وصلت دابا، بالتربيه ديال الحشومه، ما تهضريش على داك الموضوع. حشومه، ما تقوليش تحرش بيك جارنا. حشومه، ما تقوليش هذاك السيد من العائله قال لك. حشومه، ما تقوليش تقاسيتي في البلاصه الفلانيه. حشومه حشومه حشومه، كنسمعوا اكثريه هذه الكلمه حشومه. كتوصل لهذا الانفجار، لهذه الفضيحه اللي انا فيها الان. هي فعلا فضيحه، انا ما نرضاهاش لنفسي، ولكن انا مضطره نخرج بوجهي باش نوضح للناس، باش نبرأ نفسي. القانون ان شاء الله غالبا غياخذ لي حقي، لانه عندي اليقين فيه، وانا مشيت للقانون وتوكلت على الله سبحانه وتعالى، وناخذ حقي في الدنيا وناخذه في الاخره. نجاة، في اخر الحلقه شنو رسالتك للجمهور ديالك والعائله ديالك؟ رسالتي اول حاجه غتكون العائله ديالي اكيد، اللي هما الدم ديالي. الام ديالك والاخوه؟ الام ديالي فقط، الام ديالي والاخوات ديالي على من كنهضر، لانه هذه هي العائله ديالي اكيد. شكرا لتفهمكم، للتضامن ديالكم لاني انا خارجه كنهضر اعلاميا اليوم، فلانه ثقوا فيا وعارفين على انني على صواب، وعلى انني من حقي نهضر على ضرر انا كنعاني منه. الجمهور الكريم المغربي اينما كان، لانه الناس كيتواصلوا معايا من خارج المغرب كذلك، كنقول لهم انا اسفه على اي كلمه
تسمعوها على لساني اللي هي خايبه. كانت كردة فعل، وكنعاود نوضح لما غتشوفوا الحلقه غتعرفوا على انه كانت ردة فعل انسانيه اثناء ساعه غضب وانا ضحيه ديال تحرش بالضبط. فكنتمنى ان شاء الله تشوفوني غير الحاجه الايجابيه، وشكرا. أنا فهد الهاشمي أحييكم، شكرا على تعليقاتكم المليئة بالمحبة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.